من العربيات الفئة المتوسطة اللي ينجح في العربية ديت يبقى شاطر جدا، لأن العربية ديت اللون بتاعها صعب قوي، يعني كل كوم، والعربية دي كوم تاني خالص. العربية دي ام جي زد اس، وبصراحة أنا اعتبرتها مش اختبار، يعني بس لكي يطمئن قلبي لباشمهندس رامي هندسة. استاذ احمد ازي حضرتك؟ الباب ده الله يسلمك اترش، الباب ده اترش واتعمل فيه سمكرة بالظبط، وصاحب العربية دي يعني مش مهم، مش هنقول هو مين. تمام، ولكن هو ساب الدنيا كلها، رغم ان هو المفروض ما يسيبش الدنيا كلها ويجي لك. دي حقيقة. فانا محتاج اعرف العربية دي تمام طلعت مظبوطة ولا لا. اولا اللون ما شاء الله، ومفيش سرقة هنا صح؟ لا هنا ولا سرقة لابويا ولا ورنيش اهو، حتى على ابوه بالظبط. يعني انت مفيش اي سرقة للبوهية عملتها هنا. الباب ده معمول قطعية، احنا بنسميها في الشغلانة ده قطعية، قطعة واحدة. اللون ده من الالوان الصعبة جدا لانه لون مركب، ما بيجيش ان انت تحط البويه في المسدس وترشه خلاص هو ده اللون. عايز اقول لك يعني انا ما شفتش غير مركز واحد بس ما شاء الله بيعرف يظبط اللون ده، فبالنسبه لي ده اختبار. هو رش بقى ايه الاف العربيات، فاكيد لازم يبقى بيعرف يظبط ما شاء الله. لكن كونك انت عرفت ومش متخصص في العربيه دي طبعا وطلعت اللون بتاعها مظبوط، لا وكمان انت قلت لي سلمها لي جهاز. طبعا هطلعها بالجهاز. بص يا استاذ احمد، العربيه دي جايه كان فيها خبطه في الباب. حلو تمام. الجزء اللي فوق دوت ما كانش فيه اي خبطات خالص. حلو قوي. فدلوقتي اللون ده عشان كنت انا هعمل الدهان تحت، فانا اقترحت على العميل ان احنا هنعمل ازاله للجزء كمان اللي فوق كله، وعشان العربيه تبقى كلها ميه واحده. تمام. والحقيقه هو كان اختبار ليا انا شخصيا كمان في دقه اللون. بصراحه ان هو يطلع اللون كده ومن غير سرقه، دي صعبه قوي بقى. تمام. يعني صعبه حتى على اي مركز انا اعرفه يعني صعبه قوي. هو عشان صاحب العربيه حد فاهم قوي وحد تكنيكال. تمام. فهو لما شاف درجه اللون جت بالشكل ده فقال لي انا عايز احطك في اختبار اصعب. هتعمل ايه، مرمى؟ فكان الرفرف دوت كان فيه بالظبط مشكله في الجزء ده. تمام. فقال لي طيب انا هنا خليتك عملت ازاله لبقيه الباب ودهنت الباب كله. تمام. قال لي طب انا بعد ما شفت الدقه في اللون بالشكل ده، قال لي انا عايز احطك في اختبار اكبر. قال لي انا عايزك تعمل لي قطعيه في القطعيه. يعني ايه؟ يعني انا هعمل الجزء ده مرمى من غير ما ارش الرفرف ده. يا سلام. بالظبط. ما بتتعملش والله هتتعمل، وهنصورها لك فيديو كمان. ما اتعملتش. هنصورها لك فيديو وهتشوف. ما اتعملش قبل كده الحمد لله رب العالمين. طبعا في ناس ما شاء الله شاطره جدا، بس اللون ده صعب قوي. انا عارف انت دي صعبه، تقدر تقول لنا السر؟ لا لان ان شاء الله رب العالمين يعني احنا بنوعد اول مره في فيديو تقول لا. بس انا زنقت بصراحه. احنا بنوعد كل ملاك الام جي الزد اس الام جي 5 الار اكس 5 ال6 ما تقلقش من فرق اللون. طيب الله يبارك لك. بس كده. ما تاخدنيش في دوكه. ايوه اعمل لي اختبار. حاضر اهو الان نبص على وشه. طيب احنا هنبتدي بالباب الفابريكا. ده الفابريكا ده ما عملناش فيه حاجه. 6 7 احنا اتفقنا من 1 ل 10 فهو كده فابريكا. ده باب ما حدش يجي جنبه. ادي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 اهو. ده انت بتعلي. انت بتعلي على المصنع ما شاء الله. لا كده ما تزعلش مني، ما تزعلش مني كده، تستاهل اللي بيقولوا عليه. الحمد لله رب اللهم لك الحمد يعني دايما ان شاء الله. لا انا بقول حاجه ثانيه. لما انت بتعلي على المصنع. مش بعلي على المصنع. لا انا بصراحه ده بقولها بصراحه والله ما كده. اصل احنا جبنا ماده كمان جديده غير الايبوكسي، بس مش هنعلن عنها دلوقتي. احنا خلاص وصلنا للتكنيك بتاع الماده اللي بتستخدم في العربيه لما بتنزل الحوض في مصنع بلاد او حتى في المصنع هنا في مصر. بس مش هنعلن عنه دلوقتي. البطانه المستخدمه في العربيات الفابريكا بفضل الله بقت موجوده عندنا. ما شاء الله. ربنا يزيدك اللهم امين يا رب، ويدي لك على قد نيتك وعملك الصالح يا رب. وربنا يا رب يستر طريق الناس كلها، والناس تجي لنا في تجديدات بس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا هندسه.